ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. قبل ما نغوص في الحكاية، خليني أقولك كلمة من قلبي بجد، مش كلام محفوظ. يا جماعة بجد، أنا ممتنة قوي لكل واحد فيكم، لكل لايك، لكل كومنت، لكل حد شجعني حتى بكلمة صغيرة. انتوا مش متخيلين الدعم ده بيفرق معايا قد إيه. وأحب أكون صريحة معاكم، أنا عارفة إني مش أكبر قناة ولا أحسن قناة ولا عندي إمكانيات ضخمة ولا ملايين مشتركين، بس عندي حاجة واحدة بس، إني بحاول بجد وبتعب وبقدم من قلبي وبحكي قصص حقيقية مخيفة وغريبة ومش بتتقال كتير ومش سهلة. ولو أنت هنا دلوقتي وسمعت صوتي واخترت إنك تكمل ثانية زيادة، فأنت مش صدفة، وأنا مقدرة وجودك قوي. القناة دي من غيركم ولا حاجة، وكل فيديو بنزله بيبقى وأنا حاسة إن ورايا ناس مصدقاني، والإحساس ده لوحده نعمة كبيرة قوي. الاشتراك بالنسبة لك ضغطة زر، لكن بالنسبة لي فرق كبير قوي، فرق يخلي واحدة مكملة ومصدقة في حلمها. وعشان كده حابة أعمل معاكم تحدي. إيه رأيكم نوصل ل1000 مشترك خلال الشهرين الجايين؟ مش علشان رقم، لكن علشان نحس إننا بنكبر سوا، وإن كل واحد فينا جزء من الرحلة دي. أنا واثقة فيكم، وواثقة إن كل واحد هيعمل اشتراك مش هيندم أبداً، لأن اللي جاي مش عادي، قصص أعمق، غموض أكتر، ورعب حقيقي بجد، مش أي كلام. فلو الفيديو شدك أو حسيت بالراحة أو حتى فضولك قالك كمل، اعمل اشتراك دلوقتي من غير تردد، ودوس على الجرس وخليك معانا من البداية، واكتب لي في الكومنتات مشترك جديد أو مكملين سوا، عشان أعرفك واحد واحد، وأفتكر دايما إن في ناس واقفة في ظهري بجد. يلا اقفل النور، قرب الشاشة وخليك معايا، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، اللي جاي تجربة. تخيل نفسك في يوم عادي جدا، الجو هادي، الشمس نازلة على الجنينة، وانت ماشي بتقلب في التراب كأي يوم، وفجأة تحس بحاجة صلبة تحت إيدك، تبص وتلاقي راس حجرية صغيرة منحوتة بطريقة غريبة، تفاصيلها مش طبيعية، عيونها واسعة كأنها بتبص فيك، وشكلها كأنه نص إنسان نص حاجة تانية. في البداية تفكر يمكن لعبة عديمة أو تمثال مكسور أو مجرد قطعة حجرية بسيطة، لكن بعد شوية حاجة غريبة تبدأ تحس بيها، أصوات خافتة، حركات بسيطة، كأن البيت نفسه بيتنفس، كأن الحيطان بقت عيون، وكأن التراب اللي حواليك بيتحرك من غير سبب. تحاول تهدي نفسك، تقول لنفسك يمكن خيالي بس الإحساس بيكبر، وبتحس إنك مش لوحدك، وفي كل زاوية كل حاجة حوالينك ممكن تكون حقيقية أو ممكن تكون وهم، صوت خفيف، ظل بيعدي، ضحكة خافتة، كأن في حد بيراقبك، كأن الرؤوس دي نفسها عايزة تقولك حاجة. اللي حصل بعد كده، الناس اللي شافوا الرؤوس الحجرية دي في هكسهام في أوائل السبعينات حكوا عن أحداث غريبة، أصوات مش مفهومة، حاجات بتتحرك لوحدها، نشاطات شبه بولترغايست، حتى مشاهدات لكائنات نص إنسان، ومرات كائن شبه ذئب بيظهر ويختفي. السؤال اللي فضل معلق في الجو، هل دي آثار قديمة من حضارة سلتية ضايعة في الزمن؟ ولا مجرد خدعة متقنة حد عملها للتسلية أو لشيء أعظم وأخطر؟ في كل زاوية من البيت، في كل حجر، في كل ظل، كأن الغموض نفسه عايز يسيطر، والرؤوس صامتة لكنها بتبص لك، كأنها عارفة كل حاجة عنك وكل حاجة هتحصل بعد كده. وهنا بتحس إنك مش بس واقف في جنينة عادية،
أنت في قلب لغز عمره عقود، لغز محدش قدر يفسره ولا يعرف نهايته. كان فبراير 1971 في بلدة هيكسهام الهادية شمال إنجلترا في منطقة نورثامبرلاند. في اليوم ده 2 من الولاد الصغيرين كولين وروبنسون وليزلي روبنسون كانوا في الحديقة الخلفية للبيت بتاعهم عادي كده بيشيلوا شوية تراب وعلشان يساعدوا. في وسط الحفر حصل اللي محدش كان متوقعه. إيد كولين ضربت في حاجة صلبة، حاجة مش تراب، حاجة صلبة وغريبة. طلع الولاد قطع حجر صغيرة وحلاوتها الغريبة إن شكلها كان راس منحوتة، راس حجرية مقطوعة حوالي 6 سنتيمتر تقريباً، مش بس حجر عادي، وكأن حد نحت عليها ملامح وجه بشري بطريقة بدائية. الراس دي اتقسمت لنوعين، واحدة شبه راس ولد والتانية شكلها مختلف شوية، كأنها كانت بتمثل إنسانة تانية. الولاد فرحوا وأخوهم وروها لأهاليهم. في الأول محدش فكر إن الموضوع كبير، مجرد فضول عادي في الأول، لكن الحياة العادية كانت على وشك تتغير. أحداث غريبة تبدأ تحصل. بعد ما الرؤوس اتشالت وجابت للبيت، بدأ يحصلوا تقارير عن حاجات مش واضحة، زي حركات غير مفهومة وبدايات محدش كان عارف لها تفسير. حاجات في البيت بتتحرك. في بعض التقارير بتقول إن الرؤوس نفسها بتتغير مكانها لوحدها. وبجوارهم الجيران كمان قالوا إنهم شافوا حاجات غريبة. عائلة دود اللي ساكنين جنبهم لاحظوا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل عندهم برضو. طفل منهم اتقلب شعره في نص الليل من غير سبب واضح، ووالدته زعمت إنها شافت شكل نصه إنسان ونصه حيوان بيخرج من البيت وقت الليل. القصة دي موقفتش عند كده، الراس توصل عند خبيرة آثار. بعد فترة الرؤوس وصلت ليد دكتور آن روس، باحثة متخصصة في الآثار والثقافات القديمة، خصوصاً الآثار السلتية. هي في البداية فكرت إن الرؤوس دي ممكن تكون قطع أثرية قديمة من زمن حضارات بريطانية قديمة، لكن الغريب بعد ما حطت الرؤوس عندها في البيت بدأت تحصل عندها هي كمان ظواهر غريبة. شعور بوجود برودة أو حضور غريب في المكان، باب أو غرفة بتتفتح لوحدها من غير سبب. وفي واقعة واحدة قالت إنها شافت شكل نصه إنسان ونصه ذئب بيتمشى في البيت، والشي ده ما كانش حلم، هي اتبعت الشكل لكنه اختفى. كمان بنتها برينس حكت إنها شافت الشكل الغريب ده في الدرج قبل ما يختفي. إزاي اتغيرت النظرة للراس؟ لما الأحداث بقت متكررة بدأت دكتور آن روس تشك إن الحاجات دي مش مجرد صدفة، لكن الغريب إن الرؤوس نفسها ما كانش حد عارف أصلاً أصلها وإيه سبب وعودها. بعد شوية ظهر راجل اسمه ديزموند كريغي وادعى إنه هو اللي عمل الرؤوس دي سنة 1956 لما كان عايش في نفس البيت قبل عيلة روبنسون. روايته كانت إنه نحتها بالأسمنت والخرسانة كتماثيل صغيرة لبنتيه، بعدين دفنهم في الحديقة. لكن المشكلة إن النسخ اللي عملها بعدين ما كانتش شبه الأصل، وما قدرش يثبت الأمور بشكل كامل. آخر الرؤوس واختفائها. بعد كده الرؤوس انتقلت من شخص للتاني، وفي الآخر اختفت تماماً من أي مكان معروف. مكانها الحالي لحد النهاردة حد مش عارفه. وهنا بقى السؤال اللي الناس بتسأل عنه من أواخر السبعينات لحد النهاردة: هل الرؤوس دي كانت مجرد تماثيل صغيرة اتعملت لأي سبب، ولا هل كانت جزء من حاجة أقدم، ولا هل اللي حصل بعدها كان مجرد تراكم مصادفات وغرائب لأن الناس كانت متوترة من البداية؟ بعد ما الولاد لقوا الرؤوس الحجرية الصغيرة في الجنينة والكل كان فاكر إن الموضوع مجرد اكتشاف غريب، الحياة العادية باظت. الجو العادي في بيت عيلة روبسون بدأ يتغير ببطء الأول وبسرعة. بعد كده الأيام الأولى بعد الاكتشاف، بعد ما الرؤوس اتجلبت للبيت مفيش حد كان مستعد للي حصل بعدها. في الأول كانت مجرد أحداث غريبة بسيطة، أصوات مش مفهومة في الليل، حركة حاجات لوحدها من غير سبب واضح، وحتى كده الناس كانت بتحاول تفسرها. لكن السرعة اللي الأحداث اتطورت بيها كانت غريبة جداً. الأشياء اللي اتقالت إنها اتحركت لوحدها. العيلة لاحظت إن الأغراض بتتقلب في البيت من غير أي حد قريب منها. الزجاج في بعض الغرف بيتكسر فجأة. الأشياء اللي حوالين الرؤوس نفسها كانت بتتغير مكانها لوحدها. ده خلى العيلة تشعر إن في قوة غريبة بتتلاعب بالحاجات في البيت، مش مجرد 2 حجر أثرية. الضيوف غير المرغوب فيهم. ومش بس كده، الجيران كمان بدأوا يسمعوا ويشوفوا حاجات غريبة،
صوت خطوات تقيلة في البيت من غير حد موجود، أصوات خبط وخدش بتطلع من الجدران في نص الليل. وده خلى الجيران أنفسهم يدخلوا في القصة. حاجات كانوا بيتمسكوها كأنها في روايات الخوارق، مش واقع عادي. حكاية بيت دودد المجاور. البيت اللي جنب عيلة روبسون، بيت دودد، بدأ كمان يسمع ويشوف حاجات مشابهة. ابنة عيلة دودد قالت إنها شافت شكل غريب في نص الليل، شبه إنسان لكن جسمه مختلف، وافتكرته حاجة غريبة ماشية في البيت. الظاهر إن الغرابة دي ما كانتش مقتصرة على بيت واحد. الناس اللي شافوا الكائن الغريب، لو الرؤوس نفسها كانت مجرد حجارة، اللي حصل بعد كده محدش كان بيستبعده بسهولة. في كم تقرير اتقال إن شكل شبه كائن بنصف جسم إنسان ونصف جسم حيوان ظهر في البيت. التقارير دي ما كانتش مجرد حلم أو شوية أصوات، ناس فعلاً وصفوا شكل غريب ظهر وساب أثره. الحد الأدنى من الحاجات الغريبة اللي اتقالت. بعد الاكتشاف، الحاجات الغريبة اللي اتقالت عنها في بيت روبسون وبيت دودد: أبواب بتتفتح أو بتتقفل لوحدها من غير سبب منطقي، أصوات خبط وفتش ومتكررة في الوقت اللي البيت فاضي فيه، حركة أغراض لما محدش قريب منهم، إحساس غريب ومقلق للناس اللي كانت قريبة من الرؤوس. الصورة بدأت تبقى أكبر، الغرايب بدأت تبقى واضحة قدام الناس، بس محدش قدر يفسرها. العيلة حاولت تسأل نفسها: هل دي مجرد مصادفات؟ ولا فعلاً في حاجة تخص الحاجات اللي اتشافوا في الجنينة؟ اللي واضح قدام كل اللي اتقال لحد هنا هو إن الأحداث دي حصلت في أسر مختلفة، وفي جيران، وفي ناس تانية اتأثروا بنفس الحاجات في نفس الفترة. وده خلى القصة تبقى مش مجرد خبر بسيط. بعد ما الأحداث الغريبة بدأت حوالين رؤوس هكسم ونقلتها بين العائلات، القصة ما فضلتش موضوع بسيط في البيتين دول وبس، بدأت تدخل في نطاق أوسع من التحقق والتوثيق، لدرجة إنها اتسجلت في كتب ومقالات، واتكلموا عنها باحثين خبراء في الآثار والثقافة القديمة. بعد قصص الرعب اللي اتقالت في بيت عائلة روبسون وجيرانهم، الرؤوس اتنقلت لناس أكبر. دكتور آن روس، باحثة مشهورة في آثار الحضارات القديمة خصوصاً السلتية، هي في البداية شافت الرؤوس كقطعة أثرية ممكن تكون من زمن بعيد، لكن الغرابة بدأت تحصل معاها في بيتها، وبعد ما أخذت الرؤوس هناك وقع اللي محدش كان متوقعه. دكتور آن روس قالت إنها صحيتها في يوم وهي شايفة شكل غريب واقف في أوضتها، جسمه ما بين إنسان وحيوان، وصفته بيشبه الذئب أو مخلوق ذو 4 أرجل بطلعة غريبة، وهي لما تبعته ما شافتوش تاني قدامها. بعد أيام قليلة، بنتها برينس قالت إنها شافت كائن مظلم يشبه ذئب كبير واقف على الدرج قبل ما يقفز ويختفي بسرعة. وكمان روس حست بأشياء غريبة تانية، برودة غير طبيعية في الأوضة، باب بيتها بيتفتح لوحده من غير سبب واضح، وجسمه مظلم بيظهر وبيختفي. اللي غريب إن كل الوقائع دي ما كانتش بس في بيت فابسون ولا بس في بيت دوت، الحاجات الغريبة ظهرت كمان في بيت دكتور روس بعد ما كانت معاها الرؤوس. بعد الأحداث دي مش بس ناس عادية ولا جيران اتكلموا، في ناس من الوسط العلمي حاولت تفهم أصل الرؤوس. البروفيسور ديرمان من جامعة نيوكاسل قال إن الرؤوس دي مش منحوتة بالطريقة القديمة التقليدية، بل باين إنها اتعملت بمولدد، يعني ممكن تكون مصنوعة من خليط موناليه وشبه الخرسانة بدل حجر منحوت طبيعي. ده خلق الجدل يزيد، هل الرؤوس دي أثر حقيقي قديم ولا مجرد مصنوعة في زمن قريب؟ بعد ما القصة انتشرت وبدأت تناقش في الصحافة، راجل اسمه ديزموند كريغي قال إن هو اللي صنع الرؤوس بنفسه سنة 1956 في نفس البيت اللي اتكشفوا فيه بعدين قبل عيلة روبسون بسنين. هو قال إنه صنع 3 رؤوس، 2 منهم اللي اتلقوا في الجنينة والتالتة اتكسرت وثرو أواي. الإحراج إن النسخ اللي عملها بعدين ما كانتش نفس جودة أو شكل الرؤوس الأصلية، وده خلى الناس تشك إن الرواية ممكن تكون حقيقية، لكن مش كافية لوحدها لإغلاق الملف. الأحداث دي ما فضلتش حكاية محلية. في 1976 برنامج تلفزيوني بريطاني اسمه نيشن وايد طلع تقرير كامل عن الموضوع، وده خلى القصة تنتشر وتتحول من مجرد شائعة محلية لحاجة اتكلم عنها الإعلام في ساعتها، وحط الحلقة دي في ذاكرة الناس. في أكتوبر 2024 أرشيف BBC أعلن إنه قدر يسترجع نسخة من التقرير ده بعد ما كان مفقود لفترة طويلة، وده رجع الاهتمام بالقصة من جديد، خاصة حوالي موسم الهالوين، بعد ما الرؤوس اتنفست عليها في معاهد ومدارس وباحثين اتنقلوا بيها. وفي النهاية الرؤوس اختفت تماماً من أي
أي مكان موثق. آخر مكان معروف اتسجل لهم إنهم شافوهم أو كانوا بيحتفظوا بيهم كان في أرشيف أو مؤسسة علمية، وبعد كده محدش عارف مكانهم دلوقتي. كل المصادر التاريخية المتاحة بتقول نفس الحاجة الأساسية. في 1971 في هاكسهام شمال إنجلترا 2 ولاد كولين وليزلي روبزل لقوا راسين حجريين صغيرين في تراب الجنينة بتاعت بيتهم. حجمهم كان حوالي 6 سنتيمتر لكل واحدة ومنحوتين بشكل بشري غريب جدا. ده مذكور في السجلات الرسمية والمقالات اللي بتوثق اللغز من ناحية تاريخية. الأسماء الحقيقية اللي اتكتبت في السجلات، رغم إن القصة بقت معروفة في أوساط الخوارق، لكن الحقائق اللي تم توثيقها فعلاً هي أسماء الولاد اللي لقوا الرؤوس كولين وليزلي، البيت اللي تلاقوا فيه الحاجات كان في شارع، القطعة دي تم نقلها لأكاديمية باحثين وبعدين، وده كله حقيقة تاريخية موثقة مش مجرد حكايات. بعد ما القطع اتشافوا، المصادر التاريخية بتذكر تقارير غريبة من عدد من الأشخاص، بس من المهم نفرق بين اللي اتقال بصفة ملاحظة وشهادات واللي اتقال لاحقاً كجزء من الأسطورة. أحداث تم توثيقها من مصادر تاريخية. العيلة الأولى قالت إنهم لاحظوا حاجات بتتحرك لوحدها في البيت. الجيران عيلة دود ذكروا إنهم سمعوا أشياء مريبة، ولبعضهم كان في تجارب غير مريحة في نص الليل. دكتورة آن راس خبيرة آثار حقيقية أخذت الرؤوس وذكرت بعض تجاربها الشخصية في مقال علمي نشرته. الروايات دي كلها اتسجلت وحتى دخلت في أرشيفات تاريخية ومقالات معمقة بعدها. لما القطعة اتنقلت ليد الخبيرة دكتورة آن راس، كانت في البداية متحمسة إنها تكون آثار سلتية قديمة، وده لأنها كانت باحثة في مجال الحضارات القديمة. لكن في نفس الوقت التحليلات اللي اتعملت بعد كده اتوصلت لحاجات مهمة. أستاذ من جامعة نيوكاسل قال إن الرؤوس دي مش منحوتة بالطريقة القديمة التقليدية، بل غالباً اتعملت بقولبة molded، يعني ممكن تكون من مادة صناعية أكتر من إنها حجر منحوت. ده خلى ناس كتير من الأثريين يشكوا إن القطعة دي مش قديمة قد ما اتقال عنها، لكن أصلهم مش مؤكد بشكل نهائي. واحدة من الحاجات اللي اتسجلت رسمياً في الوثائق هي ادعاء رجل اسمه ديزموند كريغي إنه هو صنع الرؤوس دي في سنة 1956، يعني قبل 15 سنة من اكتشاف الولاد ليهم. هو قال إنه صنعهم من مواد زي الأسمنت أو الخرسانة وبعدين دفنهم. لكن اللي اتسجل كحقيقة واضحة هو إن النسخ اللي عملها بعدين ما كانتش نفس الأصليين، يعني مش نفس التفاصيل ولا نفس المواد بالظبط. اللي خلى القصة دي تدخل التاريخ بشكل أوسع هو إن في عام 1976 برنامج تلفزيوني بريطاني اسمه نيشن وايد عمل تقرير كامل عن اللغز، وده اتسجل في أرشيف BBC. البرنامج ده بقى مرجع مهم لأي حد بيبحث عن القصة أصلاً، وبيأكد إن الأحداث دي اتغطت إعلامياً في وقتها، مش مجرد شائعات متأخرة. أخيراً الحقيقة اللي اتسجلت فعلاً، شباب الهاكسهام هيدز في الكتب والوثائق اتنقلت لأكثر من مكان بعد فترة، وبعد كده الرؤوس نفسها اختفت. لحد دلوقتي محدش يعرف مكانها الحقيقي. ده جزء مؤكد من السجل التاريخي. القطعة دي مش موجودة في متحف ولا في أرشيف معروف في الوقت الحالي. اوعى تتخيل إن القصة دي مجرد حادثة بسيطة، لا خالص، دي واحدة من أكتر الحاجات اللي اتأثرت بيها نفسياً وأنا براجع كل الوقائع. بصراحة لما تفكر في كل التفاصيل اللي حصلت بتحس إن الموضوع كله مش بس قصة عن حجرين اتشافوا، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. أول نقطة شدت انتباهي هي الطريقة اللي اتشافوا بيها الرؤوس. يوم عادي جدا، ولاد صغيرين في الجنينة بيقلبوا التراب ويطلعوا حاجتين صغيرين منحوتين بشكل غريب، ودي حاجة بسيطة ممكن أي حد يقول يعني إيه، مجرد قطع حجرية قديمة. لكن لما تشوف بعدها إزاي الأحداث بدأت تتطور، تلاقي كل حاجة حواليهم اتغيرت، الأصوات، الحركة الغريبة للأشياء، والإحساس اللي مش طبيعي اللي حسوا بيه. وده بالنسبة لي علامة إن أي شيء ممكن يبدأ من أبسط حاجة، لكن لو في عوامل غير مرئية حواليك بيكبر ويبقى قصة معقدة جدا. اللي حصل بعد كده في بيت روبسون وجيرانهم، وحتى لما الرؤوس وصلت لدكتور آن روس، بيخليني أفكر في حاجة مهمة. هل الناس بتشوف الحاجات دي بسببها أثر نفسي من وجود حاجة غير مفهومة، ولا فعلا في حاجة خارقة للطبيعة؟ أنا شايفة إن كل الظواهر اللي اتسجلت، حركة الأغراض، الأصوات، ظهور الأشكال نص إنسان ونص حيوان، مهما كانت الحقيقة وراها، تأثيرها على الناس حقيقي جدا.
الخوف، القلق، عدم القدرة على تفسير الحاجات اللي بتشوفها، ده بيعمل إحساس إن الموضوع أكبر من مجرد حجر صغير. هنا حاجة مهمة جدا، لما البرنامج التلفزيوني البريطاني نيشن وايد عرض الموضوع سنة 1976، ده فتح الباب لكل الناس تعرف القصة وخلاها تدخل الثقافة الشعبية. بالنسبة لي، الإعلام هو اللي فعلا حول القصة من حادثة محلية لموضوع اتناقش على المستوى الوطني وحتى الدولي. يعني الموضوع مش بس رؤوف حجرية، ده تحول لقصة عن غموض وخوف وفضول الناس، واللي كمل متابعة لهاويين الظواهر الخارقة وكمان الباحثين في الآثار. الجزء ده بيخليني أفكر في إن الحقيقة مرات كتير بتبقى مركبة. تحليل العلماء بيقول إن الرؤوس غالباً اتعملت بالقولبة، مش منحوتة بالطريقة القديمة. وبعدين في ادعاء ديزموند كريغي إنه هو صنعهم سنة 1956. يعني من ناحية علمية أصل الرؤوس مش مؤكد، لكن بالنسبة لي ده مش بيقلل من الغرابة اللي حصلت حواليهم. حتى لو اتصنعوا، تأثيرهم النفسي على اللي شافوا الحاجات الغريبة كان حقيقي. وده بيخليني أفكر إن الواقع أحياناً أهم من الحقيقة المادية نفسها، لأن إحساسك بالخوف والغموض مش محتاج يكون حقيقي بالمعنى العلمي، بس تقدر تحس بيه. الحقيقة الموثقة الأخيرة إن الرؤوس نفسها اختفت ومفيش حد يعرف مكانها. دي نقطة مهمة جداً. بالنسبة لي ده بيضيف للغموض كله بعد جديد. لو كانوا موجودين كنا ممكن نحل لغزهم عن أصوات غير مفسرة تتحرك في البيت، عن الرؤوس الحجرية اللي اختفت فجأة. الأسطورة بقت أكبر من الحقيقية نفسها، وده شيء يخليني أفكر في قد إيه البشر بيحبوا الخوف والغامض، حتى لو جزء كبير منه مش مؤكد علمياً. لو هقول رأيي الشخصي، هيكسام هيدز بالنسبة لي مش بس قصة عن راسين حجرية، لأ، ده مثال حي على إزاي الغموض البسيط ممكن يكبر ويأثر على الناس، إزاي الأعلام والقصص الشفوية بيضيفوا أبعاد ما كانتش موجودة أصلاً، إزاي الإنسان دايماً بيدور على معنى وراء أي حادثة غريبة حتى لو العلم مش قادر يثبتها. أنا حاسة إن كل جزء في القصة، من الاكتشاف الأول للتقارير الغريبة لدخول الباحثين وصولاً لاختفاء الرؤوس، بيرسم رحلة بين الغموض والفضول البشري. وده اللي بيخلي القصة مش بس مشوقة، لكن كمان درس عن نفسية الإنسان قدام الغموض. في النهاية، تحليلي على هيكسام هيدز، الأحداث نفسها حقيقية وموثقة، وده ما بيتنكرش، لكن الغموض والقصص الخارقة اللي اتضافت حواليهم حتى لو مش مؤكدة هي اللي خلت القصة تتحول لأسطورة حقيقية في وعي الناس. تأثير القصة على الناس اللي عاشوا الظواهر أو شافوا الرؤوس كان حقيقي، مهما كان أصل القطعة نفسه صناعي ولا طبيعي. الاختفاء النهائي للرؤوس هو اللي خلى القصة مفتوحة للنقاش والأسئلة من غير إجابات، وده سر استمرارها حتى النهاردة. بالنسبة لي، هيكسام هيدز مش مجرد لغز أسرى الأدبيات، دي رحلة كاملة بين الواقع، الخيال، والغموض اللي البشر مش قادرين يتجاهلوه. القصة كلها علمتني حاجة، إن الغموض جزء من جمال الواقع، ولو اتشاف على طول ممكن يفقد. وصلنا لنهاية الرحلة مع قصة هيكسام هيدز، اللغز الغامض اللي بدأ يوم عادي في جنينة صغيرة في هيكسام سنة 1971، وتحول مع الوقت لواحدة من أكتر الظواهر الخارقة اللي اتكلم عنها الإعلام والباحثين في بريطانيا. زي ما شفنا سوا، الرؤوس الحجرية دي كان ليها تأثير غريب جداً على اللي حواليهم، سواء كانت مجرد قطع مصنوعة صناعياً أو آثار سلتية قديمة. المهم إن كل الأحداث اللي اتسجلت حقيقية وموثقة، وكل التفاصيل اللي خدتنا من بيت روبسون لبيت دكتور آن روس، ومن التقارير المحلية لبرنامج تلفزيوني على BBC، كلها جزء من التاريخ الواقعي للغز ده. نصيحتي ليكم لو عايزين تتعاملوا مع قصص الغموض والظواهر الخارقة، دايماً حاولوا تفصلوا بين الحقيقة والأسطورة، اعتمدوا على المصادر الموثقة وتعلموا تحللوا الأحداث بنفسكم. خافوا بحذر، بس ما تسيبوش فضولكم يموت. الفضول هو اللي خلى الناس تكتشف كل حاجة عن هيكسام هيدز، والفضول ده مهم لأي بحث عن الغموض. تابعوا الأخبار والتقارير الرسمية، كتير من الظواهر الغريبة بتبقى فيها خرافات، لكن الحقائق الموثقة هي اللي بتديكم أساس لفهم القصة.
استمتعوا بالغموض، مش كل حاجة لازم تتفسر، أحياناً الغموض نفسه هو اللي بيدي القصة روحها وجمالها. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك عشان ده بيساعدنا نعرف إنكم حابين النوع ده من الفيديوهات، وكمان اشتركوا في القناة سبسكرايب عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة عن الغموض، الظواهر الخارقة وأكتر القصص اللي هتخلي دماغكم تدور على كل التفاصيل. وشاركوا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة شدت انتباهكم في هيكسام هيدز؟ وهل انتم مؤمنين إن في حاجة خارقة وراها ولا مجرد خدعة؟ وفي الآخر زي كل الألغاز الحقيقية، هيكسام هيدز علمتنا درس مهم، مش كل حاجة محتاجة تفسير، أحياناً اللي احنا ما قادرين نشوفه أو نحسه هو اللي بيخلي القصة تعيش في وعي الناس لسنين طويلة، واللي بيخليها أسطورة مش بس لغز لكن جزء من ثقافتنا الشعبية. يعني يا جماعة، الغموض موجود حواليكم في أبسط الحاجات، واحنا بس محتاجين نعرف نلاحظه ونستمتع بيه.